السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع الأخ ونعلق. رسالة لكل من يتعاطف مع إيران. خد بالك يا حبيبي، أنت بتتعاطف مع من طعن في عرض نبيك، أنت بتتعاطف مع من طعن في شرف نبيك، أنت بتتعاطف مع من يقول بأن القرآن محرف. طبعا الذي طعن بعرض النبي مو احنا، الذي طعن بعرض النبي هو صحيح مسلم والبخاري. الذي طعن بعرض النبي موسى لاشين شاهين والطاهر بن عاشور حينما قالوا أن عائشة أرضعت كبيرا، هذا الذي طعن بعرض النبي صلى الله عليه وآله. أما القرآن فعندك روايات تقول بأن القرآن محرف وفيه زيادة وفيه نقص. كمل شيخنا الفاضل. أنت بتتعاطف مع من يسيء للصحابة ويسب الصحابة ليل نهار. نحن لا نسب الصحابة، رضوان الله على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف نسب مثلا أمير المؤمنين؟ نسب سلمان، عمار، مقداد، خزيمة، آلاف الصحابة نترضى عليهم. نحن عندنا إشكال مع بعض المنافقين من الصحابة. أكمل. يعني أنت كده هتكون خصيم النبي يوم القيامة، فخد بالك من نفسك. طيب وأنت ستكون خصيم لله قبل رسوله إذا أنك تتعاطف مع الذين يقولون بأن عزير هو ابن الله، وأنت تتعاطف مع الذين يقولون بأن الله ثالث ثلاثة، وأنت تتعاطف مع الذين يقولون بأن عيسى هو ابن الله، وأنت تتعاطف مع الذين يسبون الله ورسوله اليهود والنصارى. أنت الذي يجب عليك أن يهيئ جوابا لله سبحانه وتعالى. اتركونا من هذا، خل نجي إلى كبيرهم، إلى شيخ وليد بوم. نزل مقطع، خلونا نعلق عليه وخلونا نستمع سوية. استمعوا. تفضل يا مصطفى. السلام عليكم. ازيك يا وعليكم وليد؟ السلام، والله بخير حال الحمد لله. والله انا كنت عايز اسال على ايه كده اللي هي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. كانت الروم بقى كانت الروم بتحارب مين؟ الروم كانت بتحارب عبدة نار. الله اكبر. طبعا قصة سورة الروم معروفة. المسلمون كانوا يتعاطفون مع الروم باعتبار أنهم أصحاب كتاب، وكانوا ضد الفرس الذين كانوا يعبدون النار. فالله سبحانه وتعالى قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الله سبحانه وتعالى قال أن المؤمنين سيفرحون بنصر الروم على الفرس. فهذا الرجل الواعي السني يتكلم مع وليد بوم، يقول له المفروض أننا كمسلمين نفعل كما فعل الصحابة، فرحوا عندما انتصر أهل الكتاب على غيرهم، فالمفروض أننا نفرح حينما ينتصر الإيرانيون الفرس المسلمون على غيرهم. اسمع جواب شيخ وليد بوم. هيك صح كده؟ مظبوط. طب هم عشان هم أهل كتاب، صح؟ مظبوط. حلو. طيب لو تعالى نقارنها بالعصر الحديث الآن. خلاص؟ ايوه. الله عز وجل لماذا وضع المنافق في الدرك الأسفل من النار؟ مع أن المنافق يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه يبطن الكفر، صح؟ طبعا هو الآن من بعد يعني أن أفلس لا يستطيع أن يعني يقول أنه يجب علينا أن ننصر إسرائيل. يأتي إلى هذه المعادلة الأخرى أن المنافقين هم الإيرانيون، ويجب علينا أن نتبرأ من المنافقين الإيرانيين لأنهم في الدرك الأسفل من النار. طيب لو تنزلنا لا تنازلنا وقلنا بأن الإيرانيين منافقون، طيب رسول الله هل قاتل المنافقين عندكم؟ لا، عندكم أن رسول الله غسل زعيم المنافقين، كفنه، دفنه بقميصه. فأنت إذا تعاملهم كمنافقين أيضا يجب عليك أن لا تقاتلهم وأن لا تدعو عليهم. كمل يا شيخ بوم. صحيح. فالعدو الظاهر واخد لي بالك أقل خباثة من العدو الباطن، صح؟ مظبوط. حلو. الآن الإنسان اللي بيشرك بالله عز وجل، يعني احنا ولن ترضى عنك اليهود لا، الآية الثانية لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ومن؟ اليهود والذين أشركوا. أيوه. طبعا نريد يقول أن اليهود هم الصهاينة، أما الذين أشركوا فهم الإيرانيون الفرس. طبعا هنا رمى الناس بالشرك، تكفير للمسلمين. أهل قبلة يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، علما أن إيران مو فقط شيعة، فيها حتى سنة. يعني الآن كل واحد فارسي بحسب قياس الشيخ بوم فهو مشرك. طيب بناء عليه شيء يقول له؟ يقول له أن
اليهود الذين هادوا والذين أشركوا هم أعداؤنا. كمل يا شيخ بوم. يعني ربنا حط المشرك مع اليهودي؟ لا، حط المشرك بعد اليهودي، قال اليهود والذين أشركوا. نعم صح. مظبوط. انا مش مطالب مني ان انا اقف مع واحد من الاثنين. شلون يعني ما مطالب منك أن تقف مع أحد من الاثنين؟ إذا كان المسلمون في ذاك الزمان وقفوا مع النصارى الذين يؤمنون بالتثليث ويقولون بأن عيسى ابن الله ووقفوا معه مع كل ذلك، وأنت الآن من جبنك ومن انبطاحك تريد أن تبرر لنفسك الأمارة بالسوء بأنك يجب أن تقف على التل، وهذا موقف المنافقين. كمل. بس هو هنا يعني العقيدة كانت بتاعت الروم مع إنها غلط وبيسلسوا، ولكن المؤمنين فرحوا بالنصر وكانوا زعلانين في الأول إنهم خسروا. حلو. فبناء عليه يعني هم الشيعة دولت أقرب لينا بغض لا، النظر. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ طبعا لاحظوا الفرق، نحن نقول عنهم أنفسنا، هذا الشخص المصري الطيب يقول له المفروض هم أقرب، يعني الشيعة أقرب لنا من اليهود. يقول له من يقول ذلك؟ وهو صدق وليد بوم في هذه المسألة، فاليهود أقرب إليه من الشيعة، وهذا باعترافه الحمد لله الذي أخزاه. بنفس المنطق بتاع الآية دي. هديك يعني انا نفس المنطق، بس هديك نفس المنطق. اصل احنا يا خال طيبين أوي والله العظيم، جدا طيبين ما شاء الله، من كلامك ومواقفك ومواقف الآلاف من أمثالك المنبطحة. واللي انت بتعمله ده طيبة. اي والله. هقول لك ليه. ابو بكر وعمر وعثمان وسيدة عائشة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قوامهم حسب ما يدعي الشيعة 120 ألف صحابي كفرون عن بكرة أبيهم. أتحداك أن تثبت بأن الشيعة يكفرون 120 ألف صحابي، وهذا على الهواء، والسني والشيعي يستمعون. أتحداك يا وليد بوم أيها الكذاب بأن الشيعة يكفرون الصحابة. الشيعة عندهم إشكال مع المنافقين الذين انقلبوا بعد رسول الله، وعندك في صحيح البخاري أن النبي يوم القيامة يقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا فلا يسلم منهم إلا مثل همل النعم إلا القليل. فهذا في كتبك لا في كتبي. كمل. عشان إمامة مزعومة. لا أنا ما بناقش إن هم يا باشا، أنا ما بناقش والله العظيم، أنا ما بناقش. أنا بديك مثال. عقيدتهم غلط. بديك مثال. القضية هنا لما تيجي تقول لهم طب لو أبو بكر حارب اليهود وحارب النصارى وفتح بلاد فارس وبتاع، هل ده يشفع له؟ يعني شفع لعمر بن الخطاب فتح بيت المقدس؟ لا يشفع لهما، لأن في ثقافتك وفي كتبك أن الله ينصر دينه بالرجل الفاجر، ففتح البلدان مو شيء دلالة على إيمان الرجل، فلا يشفع ذلك. المهم العبرة ليس في فتح البلدان وإنما في توطيد أركان الإسلام، وكانت فتوحاتكم عبارة عن سبي وأموال ودنيا وغير ذلك. لا أنا متفق معاك، هم عقيدتهم غلط. يا باشا، ده مش هم عقيدتهم غلط، ده ما هو مش هم عقيدتهم غلط، مش غلط بس. أيوه، دول أشد من اليهود والنصارى. لا ما بالقرآن اليهود أشد يا باشا هو ولا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. المشكلة يقرأ الآية يعني يقول اليهود والذين أشركوا، ثم يقول لا مو اليهود إنما الذين أشركوا، والله سبحانه وتعالى قدم اليهود على الذين أشركوا. أي فكر يحمل هذا وليد بوم؟ يعني ما أعرف شلون دول السنة متبعين، ما أدري والله. طيب أنا هعتبرهم في مثابة اليهود، يعني اللي بيحاربوهم دولت ما همش يهود أصلا، دولت صهاينة. صهاينة يا عم، ما فيش مشكلة. جيد جدا. هذا الرجل قال له أنه خلنا نتعامل ذولي الموجودين في الكيان صهاينة، واضح. والإيرانيين بمثابة الفرس، أيضا يجب علينا أن ننصر اليهود على الصهاينة. ما ترك له منفذا ما شاء الله. كمل. صهاينة اليهود وصهاينة النصارى. ما فيش أقرب. طيب يبقى هم أقرب. يا باشا الاثنين عدو، الاثنين أنا فرحان فيهم. طيب المفروض بما أن الاثنين عدو يجب عليك أن تتعامل مع الكيان ومع الروم كما تعاملت مع إيران، حلقات تكفير، تشكيك، توهين، استهزاء، سخرية.
غير ذلك ما شاهدنا حلقة واحدة تكلمت بها على الكيان ولا على خوالك الروم. فبما أنهم أعداء لك شفنا موقفك أنك تجاه إيران فقط، ضد إيران فقط. أما الروم والصهاينة فأنت تدافع عنهم بصورة أو بأخرى. بس الآية مش عارف يا باشا الآية مالهاش علاقة بالموضوع ده. الآية ما تعجبه، ما لها علاقة بالموضوع. يقول الآية تقول بأن المسلمين فرحوا بنصر الروم الذين كانوا يشركون بالله. يقول لا، الآية ما لهاش علاقة. كمل. الآية مالهاش علاقة خالص. يعني هو دلوقتي عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا لا؟ قال ربنا كفره في القرآن ولا لا؟ وين كفره بالقرآن؟ وين كفره بالقرآن؟ مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله لم يقاتله ولم يقتله أبدا. فإذا تعتبرون إيران منافقة مثل عبد الله بن أبي فيجب عليكم أن تفعلوا كما فعل نبيكم في البخاري، أن يتلاطف ويتعاطف مع ابن أبي. صحيح. طب ليه ما رفعوش على اليهود والنصارى؟ لا ما ده منافق بقى، ده منافق يا باشا، دول أشد نفاقا. دول بيعاملك بكلام ويعمل خلافه. صحيح. بس اما الاقيه ما اعرفش ما هي القضية بقى هنا حضرتك، ان هي القضية كلها ايه؟ ان هو بيحارب اسرائيل. بالظبط. ما هي القضية هنا، انت عايز تقف معاه مش عشان شخصه. انت مش عايز تقف معاه عشان شخصه، انت عايز تقف معاه عشان بيحارب اسرائيل. طبعا، وهذا هو الموقف النبيل، باعتبار ان ايران شيعي ولكنه نصر اخاه السني في غزة. لم يهن عليه ان يرى اشلاء الاطفال والنساء واستباحة الحرمات في غزة، لذلك دافع عنهم 40 سنة يدافع عنهم. فمن الطبيعي أن الأحرار في مصر وغير مصر يتعاطفون مع إيران، مو مثلك أجلاف. تفضل. بالضبط. يا باشا، ما هو ده هو حضرتك اللي راح قتل لي حوالي من 700 لمليون سوري، واخد لي بالك، عشان العقيدة. هو اللي دمر العراق. أنا ما بقولش حاجة خالص. لا تكذب. أولا، الذي قتل السوريين هم مو إيران. الذي قتل السوريين هو بشار الأسد وحافظ اللي جاءوا بالعرب، اللي جاء بموافقة العرب، واللي بعد ذلك انقلبوا عليه. وأنا ما أدري شلون تنقلبون على الحكام، عندكم حرام الخروج على الحاكم. واضح؟ وين 700,000 اللي قتلهم إيران؟ وينهم؟ ثم تقول بعد ذلك قتلوا السنة في العراق. إيران وين؟ يعني الشيعة قتلوا السنة في العراق؟ آلاف السيارات المفخخة التي قطعت أجساد العراقيين في الشوارع مصدرها إما من سوريا وإما من السعودية أو من دول الخليج وبدعم من الأموال. ومن الذي أسس تنظيم الراية السود؟ داعش والقاعدة وبوكو حرام، كلها تنظيمات سنية. فأنتم إرهابيون، كل مكان تدخلون إليه تعيثون فيه فسادا. الآن تريد تمثل دور المظلوم. أنتم الجلادون، أنتم الذين ترهبون الناس. ما سلم منكم لا درزي، لا صابئي، لا مسيحي، لا علوي، لا شيعي، ما سلم أحد منكم. الآن تريد تمثل لي دور الضحية يا وليد بوم؟ هو احنا دلوقتي زي ما بيقول المثل كده، انا وابن عمي. لا، ده مش ابن عمي، ده مش ابن عمي، مش ابن. واحنا ما نتشرف بيك سلفي جلف واحد، اصلا لا نتشرف بك. الذي نقول عنه انفسنا هم اخوتنا السنة المعتدلون. اما امثالك من السلفيين المنبطحين ادوات الصهاينة فلا نتشرف بهم بالتاكيد. عمي مش ابن عمي، مش ابن عمي. انت تفرح في الاثنين، انا فرحان في الاثنين. يعني والله كذاب، أنت فرحان فقط بضرب إيران. والله العلي العظيم أنت فرحان لإسرائيل ضد إيران، وهذا معروف عنك. هم الروم كانوا بيقولوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك المسلمين فرحوا. يا باشا أفرحوا لأن التاني ده أشد وطأة، لكن أنت لو هتيجي بالحسابات. طيب الآن من الذي أشد وطأة؟ من الذي أشد وطأة عليكم؟ إيران أم الصهاينة؟ ما الذي صنعته إيران للسعودية مثلا؟ ما الذي صنعته للكويت، للخليج؟ ما الذي صنعته لسوريا، للأردن، لجميع دولكم العربية، لتركيا، الدولة الإسلامية؟ ما الذي صنعته؟ أنتم تآمرتم على إيران 8 سنوات، 8 سنوات تدعمون صدام حتى قتل الملايين منهم. تتآمرون بعد ذلك مع أمريكا وقواعد أمريكا في كل المنطقة. ماكو دولة عربية وإسلامية إلا فيها قاعدة لأمريكا.
أنتم المتآمرون. الإيراني أشد وطأة من الإسرائيلي بالحسابات. احسبها يا حبيبي، الشيعة كم قتلوا في العراق، وكم قتلوا في سوريا، وكم قتلوا في اليمن، وشوف. رمتني بدائها وانسلت. يقول للشيعة كم قتلوا باليمن. عاصفة الحزم من الذي قادها لقتال الشيعة أو اليمنيين العزل الحوثيين وغيرهم؟ ألم تقودها السعودية بمباركة من أمريكا؟ انسحبت أمريكا وتركتهم. من الذي قتل الشيعة؟ أنتم قتلتم الشيعة في كل دول العالم ولا زلتم تقتلون الشيعة. رمتني بدائها وانسلت. أنت ما تستحي بهكذا تبجح، هكذا وجه قبيح، تكذب أمام الناس. تعال إلى ما فعل بكم الصليبيون، إلى الروم حاربوكم، أسقطوا دولتكم العثمانية، بعد ذلك احتلوا بلادكم العربية والإسلامية، بعد ذلك أذلكم وبنوا القواعد، بعد ذلك يأخذون منكم الأتوات، بعد ذلك أسقطوا دولكم العربية بحجة الربيع العربي. منو أشد خطر الآن؟ إسرائيل كم قتلت؟ يعني حضرتك بتقول كده إسرائيل كم قتلت؟ أبد، هين بآخر حرب يمكن 100,000 في غزة، كم قتلت؟ لاحظوا إخواني هذا التهاون بالدم السني. والله حينما أقول لكم أن السلفيين ليسوا بمسلمين فهذا دليل على كلامي. كده ان اسرائيل اقرب لينا منهم. يا مش اقرب، مش مسألة اقرب. والله العظيم كلامك صحيح، اسرائيل اقرب له. ما انا ما قلتش اقرب. ربنا يكحم ده وده. يبقى هم اقرب. لا يا باشا، ربنا يكحم ده وده. انا بتكلم على الاقل مش الاقرب. يا عم 2 بايظين وبيحاربوا بعض، يغوروا الاتنين في 60 داهية. هو انا ليه لازم اختار ما بين سؤال؟ هو انا ليه لازم اختار ما بين الاثنين؟ لان انا شفت آية ما في يا باشا مالهاش علاقه الآية حضرتك باللي انت بتقوله، مالهاش. ما عاجبت الآية ابدا، يعني هذا الرجل يستشهد بالآية ابدا، ما لا من قريب ولا من بعيد. لذلك قال الله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا كمثل الحمار يحمل أسفارا. علاقه خالص، مالهاش علاقه يا عم. ده انت روح انت شوف كده، اكتب التشيع في افريقيا وانت تعرف ايران بتعمل ايه. لا ما انا معاك، انا ما بقولكش عقيدتهم صح ولا اللي بيعملوه يا باشا. اتنين ظلمه، بص، 2 ظلمه وتعاركوا مع بعض، اتخانقوا مع بعض. طب اقول لحضرتك حاجه، هقف مع اللي هو بيقول اشهد ان لا اله الا الله. يا عم اشهد ان لا اله الا الله. طب ما عمر كان بيقول اشهد ان لا اله الا الله وفتح القدس حضرتك وكفروه. انا هعمل زيهم بقى، اروح اعمل زيهم يعني؟ مش زيهم، انت بتعمل بحق هم بيعملوا بباطل حضرتك. بس انت معلش واحده. انت معاك انترنت دلوقتي؟ عندك انترنت دلوقتي؟ معاك انترنت اكيد يعني، صح؟ معاك الموبايل قدامك. اكتب كده، اكتب احمدي نجاد، اكتب معايا، اكتب احمدي نجاد على الموبايل اللي معاك. اكتب احمدي نجاد. ايوه. نحن من ساعدنا امريكا على احتلال العراق وافغانستان. لا. طيب اخواني، هذا الكلام اللي يتكلم عنه مقطع منشور لمحمود احمدي نجاد، كان رئيسا للجمهورية الإسلامية. اكو مقطع طبعا في اللغة الفارسية، الجماعة مترجمينه على هواهم على اساس هو يتكلم بضمير المتكلم، واضح؟ فانا ايش راح اسوي؟ راح اسال تشات جي بي تي عن ترجمة هذا المقطع، وخلي نشوف تشات جي بي تي. طبعا تشات جي بي تي لا هو سني ولا هو شيعي، واضح؟ فنسأل عن ترجمة هذا المقطع وخلي نشوف شنو ردة فعل تشات جي بي تي. طيب، مرحبا تشات جي بي تي. مرحبا، أنا جاهز لمساعدتك في أي شيء تحتاجه. أريد كيف أقدر أساعدك اليوم؟ أو أبعث لك مقطع صوتي أريد ترجمته من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية. نعم، أنا جاهز. يمكنك تشغيل المقطع وسأستمع له بعناية وأقوم بترجمته إلى العربية. اینها اینقدر پررو هستن، در افغانستان باشون همکاری شد، در عراق باشون همکاری شد، در هسته‌ای هر تحمیلی کردن پذیرفته شد. بعد آقای بوش اومد با پررویی گفت ایران محور شرارت است. بعد از اون همکاری بناء على ما سمعته سأقوم بترجمة النص الفارسي الآن. في أفغانستان أيضا تم التعاون معهم، في العراق أيضا تم التعاون معهم،
في اليمن أيضا فرضوا ضغوطا تم القبول. بعد ذلك جاء السيد بوش وقال إيران هي مصدر الشر بعد تلك التعاونات. طيب هل يقصد أن إيران هي التي يعني ساندت أمريكا في احتلال العراق وأفغانستان؟ نعم، هذا النص فعلا يوحي بأنه يتحدث عن تعاون مع الأمريكيين في عدة مناطق، لكنه في نفس الوقت يشير إلى أن السيد بوش لاحقا اتهم إيران بأنها مصدر الشر. طيب أكرر السؤال مرة أخرى لو سمحت، هل كان يقصد أن دول الخليج أو دول أخرى هي التي ساندت أمريكا في احتلال العراق وأفغانستان، أم كان يقصد إيران؟ بالضبط، كلامه يبدو أنه يوضح أن هناك دول أخرى تعاونت مع الأمريكيين في أماكن مثل أفغانستان والعراق واليمن، لكن بعد ذلك جاء بوش واتهم إيران بأنها هي مصدر الشر وليس إيران هي التي تعاونت. شكرا أساساً. شات جي بي تي، شكرا. العفو، أنا بالخدمة دائما. لاحظتم حتى شات جي بي تي كذب فعلهم. طبعا هم إخواني كذابون، يعني يتلاعبون بالترجمة والدبلجة والذكاء الصناعي وغير ذلك. هذه الترجمة من شات جي بي تي اللي هو لا شيعي ولا سني. طيب خلينا نكمل ماذا قال بعد ذلك وليد بوم. اصعب من كده انهم ساعدوا اسرائيل على حاجات في فلسطين. يبقى بالله عليك بقى يبقى نصيبنا من الطيبه بقى. ما عنديش مشكله في كده. يعني انا كم افغاني مات بسبب دعمهم للاحتلال؟ كم واحد عراقي مات بسبب، وهم عشان حاربوا اسرائيل بين اخوان. يا عمي القوات الامريكيه التي احتلت العراق دخلت من الكويت ودعمت من قواعدكم في الخليج. اما افغانستان فقد تخاذلتم عنها انتم السنه، وافغانستان كما تقولون بانها ارهابيه قتلت الناس. واضح؟ فانت الان محروق قلبك على الارهابيين الذين كانوا يفخخون انفسهم ويقتلون الناس. طب نقف معاهم عشان يا عم الاثنين يغلعوا بجاز وسخ. بعد ما يخلصوا الحرب دي نقطع فيهم بقى عادي يا باشا. لا يا باشا، ولا نقطع فيهم عادي ولا نقطعش فيهم عادي يا عم. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. يروحوا في 60 داهيه. انا قلت اللي عندي استاذي، بالله عليك انا قلت اللي عندي. شكرا لك. انا قلت اللي عندي. أنا قلت اللي عندي، شكرا لك. بعد عجز عن رد الحجج وأفحمه هذا الرجل، قال له آخر شيء طيب خلينا ننصر إيران الآن على عدونا المشترك وبعدين نرجع ننقلب على إيران. قال له لا، أنا قلت اللي عندي، وهرب وليد طرابيزة. طبعا وما ألوم جوشو حينما وصف وليد طرابيزة بهذا الوصف. وليد بوم اللي بيفهم بيريح. والله يا مولانا أول مرة في حياتك تقول حاجة صح. اللي بيفهم بيريح. طب ما تريح يا شيخ بوم. طب ما تمشي يا عم الشيخ بوم، رأيك ما ينفعش يبقى صغير كده، عيب. رد على الناس بالحجة والعقل. الموضوع مش قصف جبهات، هو يقول لك بوم أبو تقل دم بومك. طيب إخواني، استمعتم إلى هذا الكلام من وليد بوم. الحمد لله الذي جعل الكثير من الشباب الآن يعون ويعرفون أن مذهب أهل البيت هو المدافع عن المستضعفين حتى وإن خالفوه في المذهب، وأنهم أحرار لا يقبلون الذلة، وقد أخذوا ذلك من إمامهم وسيدهم رسول الله ومن أمير المؤمنين ومن الحسنين عليهم السلام ومن أهل البيت. والحمد لله إن شاء الله في قابل الأيام مشروع هذا الصهيوني وليد بوم وأتباعه سيكون مكشوفا، وأتعجب على الذين لا يزالون يستمعون له. والحمد لله ناصر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.